السي علال كب المسخون في القادوس، فما تخيلوا شنو غيوقع عليه. غيتحارب مع الكائنات اللي ما كتسمعش. هاد القصه هذه مرعبه، ولا كان شي طفل هنايا ما نصحكش تكمل الفيديو. يلا نبداو. اصدقاء السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كتبدا القصه ديالنا سنه 2003. هاد القصه هذه شويه قديمه، عاودها لي الاب ديالي. كتبدا القصه ديالنا سنه 2003 مع السي علال في احد احياء مدينه مراكش. واحد الليله رجع من الخدمه، لقى مراتو عيانه ولكن مطيبه العشاء، فصافي كبوا الماكله وبداو كياكلوا وشبعوا هو وليداتو والزوجه ديالو. وشويه لقى الماعن تما، مراتو مريضه، قال انا لا ندير نقتل هاد الماعن هادو. فملي ناض للمطبخ ومع تما كان عندهم الثلج طايح، كان البرد بزاف، فقال غادي ندير الماء سخون يطيب وعاد نغسل به الماعن. فملي سخون الماء وجي غسل به الماعن، فدار الماء سخون في الطنجره اولا الكوكوت، بقى كيشلل بيدو بحال هكا، ما دخلش يدو في الماء، بقى غير كيدور هكا يدور كب الطنجره، كبها في القادوس. فهنايا فين غادي توقع المشكله. فملي كبها في القادوس وكمل عادي، غسل داكشي الماعن اللي باقيين وصافي كمل وجا خارج من الكوزينه باش يمشي ينعس، كيشم واحد الريحه في شكل، واحد الريحه بحال الريحه ديال الحرق ديال الجلد. فقال هادشي منين جا؟ بقى كيقلب راسو واش فيه شي حاجه، لقى راسو مزيان ما فيه والو. قلب البوطه، شاف واش البوطه خارجه منها، واش نتا البوطه محلوله ولا شي حاجه بحال هكا، ما لقى والو. قال الحمد لله راه ما كاين والو. فصافي مشى ينعس. فين مشى ينعس الليله كامله هو كيحلم واحد الاحلام اللي عمره حلم بهم، وتنعس ما نعس مزيان. فملي ناض في الصباح وعاودها للزوجه ديالو وعاودها للابناء ديالو، والمناسبه كان عنده بنت ودري بلا ما نقولوا الاسماء باش ما نبينوش العائله بالضبط. المهم قالوا له حتى نهاية هاد الليله هادي ما نعسناش مزيان، بقينا كنحلموا شي احلام في شكل. فشويه هو يفكر ديك الريحه اللي شم البارح، فقال لي ناري ياك ما البارح من كبيت الماء سخون حرقت شي جن ولا شي حاجه. فتما طلع معاه الضو، بقى كيطلب ربي ما يكونش قاس شي جن بالماء سخون، لحقاش حياته ولا غادي تقلب. فصافي ديك النهار خلى ولادو في الدار والزوجه ديالو، مشى للخدمه. من بعد ما فطر مشى للخدمه، وملي مشى للخدمه وعاود هاد الشيء لصحابو، قالوا له غيطلب الله وصافي، حنا ما عندنا ما نديرو لك، طلب الله وصافي. صافي كمل ديك النهار ديالو ورجع للدار. وملي نعس عاوتاني نفس الحاجه، ما جاش كاع النعاس، ونفس الحاجه الزوجه ديالو نفس الحاجه. وشويه سمع ولادو كيزكيو، بابا 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 راه شي حاجه حدانا هنا ما عرفنا شنو هادي. فملي مشى يجري تما هو ومراتو ما لقاو والو. بداو عليه ولادو، رانا شفنا شي حاجه دخلت علينا ورجعت خرجت، وكنسمعوا الباب يتحل والضو كيطفى ويشعل. المهم خربقوه. فقال لهم نعسوا قراو القران ونعسوا، حتى هو تخلع. فملي قراو القران ونعسوا، هو ملي رجع للبيت هو ومراتو، هما يلاه طفاو الضو عندهم في البيت ديالهم، وصافي بداو كينعسوا. وهو بدا عاوتاني عندهم هما، بدا كيطفى الضو وكيشعل والباب تحل عليهم. يعني شنو داكشي اللي كان عند ولادو رجع عنده هو. فهنايا بدا الرعب عاوتاني. فملي وقع لهم داكشي عيط لولادو جاو عنده ونعسوا كاملين بربعه. فبداو كيقراو القران وطلقوا القران في الراديو. فالحمد لله ديك الليله دازت على خير وبخير. الغد ليه قال غادي نشوف الا هادشي تعاود، راه ضروري نمشي نشوف شي فقيه ولا نشوف الحل. ففعلا مشى الخدمه، وملي رجع عاوتاني بغى ينعس وقع لهم نفس الحاجه. وهاد النهار هذا تزاد فيه التراس، بداو الماعن كيتهرسوا في الكوزينه. فصافي قال اليوم او قال الغد اللي غادي نمشي نشوف شي فقيه يجي يشوف لي الحل. فملي مشى عند الفقيه وعاود له هادشي، قال له درتي اقبح حاجه في حياتك. راك عارف شنو هي تحرق جن؟ راه صعيبه، هما ساكنين معاكم وما دايرين لكم والو، وربي داير بيناتنا وبيناتهم حجاب، وهما ما كيشوفوا، هما كيشوفونا حنا ما كنشوفوهمش بعدا. وهما اصلا راك عارفهم فين عايشين في القوادس وفي الظلام، يعني هذيك الاماكن ما خصكش تقرب لهم وما خصكش تاذيهم، وانت مشي درتي هادشي. قال له السي علال، قال له انايا ما مولفش كندخل الكوزينه ونسيت، الشيطان الساني. فقال له الفقيه شنو غنقول لك، طلب الله تانا معك وصافي. فقال له السي علال ضروري ما تمشي دير لي شي رقيه في الدار. الفقيه مشى معاه وبدا كيقرا الرقيه،
وهذا الرقيه بالمناسبه بداها مع المغرب. وملي بدا كيقرا بداو كيوقعوا شي احداث انه الباب كيتحل ويتبلع عاوتاني، وشي زقا كيتسمع، وشي ريحه نتاع الحرق كما داك اللي شمها السي في البدايه بدا كيشمها مجهده عاوتاني. المهم بزاف ديال الاحداث بلا ما نخلعكم. فالفقيه عاوتاني تخلع من شاف داكشي، خرج كيجري وخرج تبعو علال كيطلب فيه كيقول له السي الفقيه الله يرحم الوالديك الا ما درنا شي حل، راك تشوف عندي الوليدات ورانا معذبين. الفقيه قال له غادي نمشي نشوف لك الفقيه اللي علمني، هو اللي عنده الحل هادشي. فالغد لي عاوتاني رجع عنده هو والفقيه اللي علمو، قال له اليوم غادي نديرو حد لهادشي. فدخلوا بقاو كيقراو القران. فالفقيه الكبير يعني اللي علم الفقيه الاول قال له خرجوا عليا من هنايا خليوني غير بوحدي باش نشوف نتواصل مع هاد الكائنات. المهم ماشي بقاو نسميوهم حاجه لازم منهم بزاف ما تعرف شنو كاين. المهم الفقيه الكبير بدا كيدير شي صوالح حتى بدا كيتواصل مع اللي ما كيتسمعوش. فبدا يهضر معهم قال لهم مالكم شنو عندكم وكذا منا. قالوا له شنو وقع. وقال لهم هاد الجي راه ما دارهاش بالعني، راه غير غلط. قال لهم ما عندنا ما نديرو لك غلط، ولكن راه حرق واحد منا. فقال لهم شنو هو الحل؟ قالوا له الحل غادي تعرفوا من بعد، خصو يدفع الثمن عاد نريدو على هادشي. صافي ريدو ما بقاوش كيتواصلوا معاه. فالفقيه خرج عندهم وقال لهم قالوا لي الحل هما اللي يديروه، انا ما عرفت ما ندير معاهم. فداك الليله مين مشى الفقيه محمد نعس الليله بقى يحس النار شعل في صدره. فالغد ليه ملي فاق حس شي شم الريحه ديال الحرق وحس شي حاجه في صدره حاميه. فملي حيد الكسوه لقى الطبعه ديال اليد طبعها هنايا مطبوعه، تقول مطبوعه بالنار بحال شي حديده سخنتيها بالنار وكويتي بها شي واحد في صدره. فتخلع ومشى كيجري عاوتاني عند الفقيه قال له شوف شنو لقيت في صدري. الفقيه قال له وقيل هذا هو الحل اللي داروا معك الجنون، حرقوك في صدرك كما حرقتي واحد من العائله ديالهم. فاتمنى من الله ما يزيدوش شي حاجه اخرى. ففعلا محمد مشى ديك الليله نعس في الدار ديالو، وفاتت الليله على احسن ما يرام، وصافي الايامات فاتو ما بقى كيوقع له والو. فاحمد الله وقال اخر مره غادي ندخل لك الكوزينه، واخر مره غادي نقيس المحامي. ومن داك النهار هو كيستعمل غير الماء البارد، تدواش اي حاجه. فالعبره اللي خصكم تعرفوها من هاد القصه ولا من هاد الفيديو ان بزاف ديال الصوالح ما كنشوفوهمش فخصنا نحترموه. كنتمنى تكون عجباتكم القصه. الا عجباتكم ما تنسوناش لايك. الا كنتي اول مره تشوف القناه ما تنساش سبسكرايب. وشكرا على المشاهده. السلام عليكم.